من دمعاتك بنا وقصور ونساوى احوالك واحوالي. نرجع لك ديما ديما ونفرفت فرح ما نحرفيز نلاقيك القديمة ما بدات البرح. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد الاسبوع هذايا واحد ونتلاقاو معاكم في اهلا تونس، موعدنا الاسبوعي اللي تعودتوا به الناس الكل، برنامج تخصص ترجمه تونسيه للتوانسه اللي يعيشوا خارج تونس. هذوما توانسه وقت اللي تستقبلهم حنان ولا فريقنا الصحفي زاد جليله يكونوا برشا ايموسيون. هكا ساعات احنا نتفرجوا في البلاتو تحس روحك تتفاعل معاهم اون هكا عينيك تغرغر بالدموع، على خاطر بالحق تفرح انه تشوف ناس قداش متوحشه تونس وقداش تحب انها ترجع للبلاد هذيا. انا سعيده جدا انه تكون معايا في البلاتو خوله بن عايشه اللي هي تمثل التوانسه اللي يعيشوا برا في مجلس نواب الشعب. صباح النور خوله. صباح النور. اللي شفته في الفيديو اكيد انك انت زاده تعيشوا ان سيغتان مومون، على خاطرك انت زاده تعيش بعيده على تونس. نعيشوا ديما، كنت نروح كل شهرين ثلاثه حتى كيف كنت نقرا، وديما لا ميم ايموسيون، ديما متوحشين تونس، وديما لو سيجور يتعدى في ساعه ونستناو وقتاش باش نعاودوا تعاود ترجع. باهي انت كما قلنا نائبه في مجلس نواب الشعب على التونسيين اللي يعيشوا برا، قلنا فرنسا الشماليه هكا عن نداء تونس، لكن هنا تتلغى الالوان وتتلغى الاحزاب وتولي انت صوت التوانسه اللي يعيشوا برا، وخاصه انك شابه تونسيه ماكش كبيره برشا في العمر، فتحمل دو كاسكيت، تولي كاسكيت صوت الشباب في المجلس وكاسكيت التوانسه اللي يعيشوا برا في المجلس. كيفاش تعيش في الاكسبيريونس هذه؟ بيان سور المراه التونسيه هذه فاتتني، هذه الكاسكيت الثالثه، فكيفاش تعيشها الاكسبيريونس هذه؟ والله هي من الاول يعني واحد يحس برهبه ويحس بمسؤوليه كبيره، خاطر علاش انت قلت على الخارج وشابه ومراه، دونك نقول لهم انا هذوما ثلاثه تخوا زونديكاب ساعات نقول لهم هذوما يخليونا زاد ديما نقدموا ونحاولوا ديما باش نوصلوا صوتنا وباش نوصلوا افكارنا، خاطر نعرفوا اللي كيما احنا قبل كنا ممكن ما نحسوش روحنا ممثلين، فما عباد معامله علينا باش نمثلوها وباش نوصلوا لها صوتها. به في وسط مجلس نواب الشعب فما لجنه اللي هي تعنى بشؤون التونسيين بالخارج، مسؤوليتكم كبيره كما قلت انت، على خاطر احنا من خلال البرنامج نشوفوا انهم يقولوا تونس بعيده علينا شويه، ما تخموش فينا، صوتنا ماهوش واصل، عندهم برشا مشاغل. فاحكي لنا شويه دوركم في اللجنه هذه ودور اللجنه في انها تهتم بشؤون التونسيين بالخارج، بالحق ما تكونش مجرد لجنه موجوده كما نعرفوا ساعات هكا تصير ندوات، تصير اجتماعات لجان، ولكن في الحقيقه في الاخر ما نشوفوا حتى شيء. فخدمتكم فين قاعده توصل، وهل تحسوا في روحكم بالحق قاعدين توصلوا في صوت التونسي اللي يعيش البرا والا لا؟ انا باش نبدا لكم الاول ساعه التونسيين المقيمين بالخارج محظوظين برشا في المجلس هذا، عندهم 18 نائب ممثل على دوائر الخارج، 6 دوائر انتخابيه بالخارج. 18 نائب هذوما منهم يعني مجموعه كبيره هي اعضاء في لجنه التونسيين بالخارج. هذه اول مره تحدث لجنه تعنى بشؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب. هي لجنه خاصه يعني ما عندهاش صبغه تشريعيه، لكن عندها صبغه تقريريه استشاريه وعندها حق المتابعه وتقديم التوصيات. نجم نقول لك اللي اليوم التونسيين بالخارج من اكثر اللجان الخاصه، وممكن اللجنه الوحيده اللي قامت بزيارات ميدانيه. مثلا بما ان عندنا دور احنا مراقبه ومتابعه، قمنا بعده زيارات ميدانيه، زرنا ميناء حلق الواد في مناسبتين، يعني فما رحله على متن باخره التانيت، اول رحله الرحله الافتتاحيه هما يسميوها، مشى وفد من النواب ورجع مع التوانسه بالخارج، وكانوا فما اجتماعات مع المتدخلين، يعني في كل المتدخلين يعني كسوا ديوانه شرطه حدود ديوان التونسيين بالخارج، دونك كانت فما اجتماعات مع المهنيين، ثم اجتماعات على متن الباخره مع الجاليه التونسيه. سمعنا مشاكلهم، سمعنا تشكياتهم، سمعنا تشكيات الموظفين وتعرفنا على ظروف العمل نتاعهم، وقمنا بمجموعه من التوصيات. ورجعنا بعد بشهر باش عملنا زياره مراقبه وزياره تفقد اخرى باش شفنا وين وصلت التوصيات هذيا، شنو اللي تعمل شنو اللي ما تعملش. قمنا بزيارات زاده للشباك الموحد، خاطر نعرفوا التوانسه يجيو كما قالت مدام 15 جور واخذه كون يجيو عندها قضيات ودي بابي، دونك مشينا زرنا زاده الشباك الموحد، شنو هي الاجراءات اللي تصير، قداش تاخذ وقت، شنو ما التعطيلات، اسكو المعلومه توصل ولا ما توصلش عن
عندنا ساعات مشكله في المعلومه، يقول لك انا جيت وما في باليش باش نجيب الورقه هذيك وباش نجيب الورقه الاخرى. دونك فما مشكله في المعلومات. ثم عندنا فولي اخر في العمل اللي هو معناها ميزا باغ الزيارات الميدانيه، هو الاستماعات. فاحنا استدعينا قمنا بعده استماعات منذ بدايه اشغال اللجنه، نطلقوا مخر شويه في شهر افريل، لكن كانت فما اجتماعات مع ممثلين عن وزاره السياحه فيما يخص الانونس الاخرى نتاع التخفيضات ب 30 و 40% في النزل على البواخر، على متن الطائرات اللي صارت عليها ان غروند بوليميك. استماعات للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه وكاتب الدوله للهجره والادماج فيما يخص المجلس الوطني للتونسيين بالخارج اللي مشروع القانون نتاعو باش يحال قريبا على المجلس، مع ممثلين عن وزاره النقل، على تونسير، على سي تي ان. دونك قاعدين نحاولوا ان نستمعوا ونتواصلوا مع كل المتدخلين من قريب ولا من بعيد في شؤون التونسيين بالخارج، نبلغوهم اصوات التونسيين بالخارج، خاطر العمل النيابي اذا مش كان عمل في المجلس هو تواصل مع الناخبين في الجهات نتاعنا حسب ما يثبت النظام الداخلي. يعني عندنا لازمنا على الاقل اسبوع في الشهر نتواصلوا مع المواطنين، نسمعوا شنو التشكيات نتاعهم، شنو مطالبهم، ونشوفوا احنا كيفاش نجموا نستجيبوا لها، يعني على المستوى يا اما التشريعي نوليو نخدموا مع اللجان التشريعيه، ولا على الميداني يعني كل ما هو مراقبه للسلطه التنفيذيه والمصالح المختصه. باهي، انت قلت لي كانت عندكم زيارات ميدانيه ومن بعد عودتوا ورجعتوا عملتوا متابعه، ما بين الزياره الاولانيه والملاحظات اللي قدمتوها وما بين الرجعه الثانيه هكا المتابعه نتاعكم، شنو لقيتوا؟ هل لقيتوا الحاجات اللي قدمتوا فيها كمطالب انها تتحسن، انها تتغير؟ فما تبديل، فما تفاعل من الاداره التونسيه؟ اعطيني شويه هكا الفيدباك نتاع الحكايات. احنا خرجنا من الزياره الاولى بجمله مجموعه من التوصيات، فما توصيات كانت نجم تتحقق على المدى القصير، فما توصيات على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. دونك احنا ركزنا الاكثريه على المدى مثلا القصير والمتوسط. اللي لاحظناه مثلا المره الاولى الاكتظاظ، فما توسكي الفوي انتغرال يعني التفتيش الكلي، العبيد ساعات تقعد في الشمس، تقعد تستنى برشا، فكانت فما امكانيه انهم يعطيوهم مخزن ثالث باش يحطوا فيه السيارات وياخذوا وقتهم في يعني في تفريغ الادبيش باش تكون عمليه التفتيش خاصه مع الاوضاع الامنيه. ففي العوده المره الثانيه لقينا انه وضعوا على ذمتهم المخزن الثاني هذايا. كانوا المواطنين يتشكيوا من يعني الاجراءات اللي تاخذ برشا وقت، فتم تعزيز يعني اعوان الديوانه ب 108 عون اضافي المره الاخرى. فما زاد المصحه اللي تم تعزيزها يعني بالاطار الطبي هذايا صار في ساعه كانت فما مشكله نتاع السكانير خاطر فما اون كوموند باش تجي من الخارج لكن تحضر مخر، فتم الاستعانه بالسكانير نتاع رئاسه الجمهوريه ونشكرهم على التفاعل مع الطلب هذايا. فما اجراءات صارت وفما اجراءات ما زالت على المدى المتوسط كما مثلا الكاميرات سورفيونس، كاميرات المراقبه اللي ما كانوا مش موجودين المره الاخرى كي رجعنا ما زالوا مش موجودين. فما اجراءات وذا يرجع الطول معناها الاجراءات ياسر تطويل في الاداره التونسيه، وهذه حاجه اخرى لازمها تتبدل على المدى المتوسط والبعيد. دونك فما حاجات صارت، حاجات ما صارتش، لكن احنا كنا فرحانين اللي كانوا فما الخطوات هذوما، واللي حتى يعني الاعوان نتاع الشرطه والديوانه كانوا فرحانين، يعني يقول لكم انتم جيتوا وعملتوا زيارات ويحسوا اللي فما شكون مراهم ويحسوا اللي احنا نساندوا فيهم، مانيش كي نراقبوا فيهم، احنا نساندوا فيهم واعين باوضاع العمل نتاعهم، وبالطبيعه كي نحسنوا اوضاع العمل نتاعهم هما تحسن الخدمات للمواطن. انت حكينا احنا شويه في التحضير للباساج هذايا، قلنا انه انت قبل كنت مواطنه تونسيه تمشي تطلب ورقه تتعدى بالقنصليه بالديوان التونسيين بالخارج، تتعدى بالامور اللي يتعدوا بها توا الناس اللي يشوفوا فينا الكل، فكانت عندك نظره خارجيه للخدمات للاداره التونسيه للصعوبات اللي قد تلقاوها انتم من خلال هكا تعاملكم مع الاداره، لكن توا وقت اللي دخلت هكا في المسؤوليه نجم نقولوا تبدلت شويه النظره، ولات عندك هكا قراءه اخرى للاوضاع. اي صحيح، خاطر كي نشوفوا من برا مثلا كي نعطيك مثال، نشوفوا اللي مثلا كيف نمشي انا باش نبدل باسبوري في القنصليه، نشوف القنصليه تسكر ماضي ساعه، بالنسبه لي ماضي ساعه يسكروا باب القنصليه ويروحوا العوين كهو في الخدمه. الوغ كو معناها كي مشيت وعندي برشا زيارات يعني للدائره الانتخابيه نتاعي، ونتواصل حتى مع المسؤولين خاطر فيهم تسهيل الاجراءات وباش نفهم شنو يصير وعلاش يتعطل المواطن وعلاش يتقلق، فنلقاو اللي فما اجراءات كبيره لتالي، وفما ناس تكمل 7 و8 وحتى 9 نتاع الليل في شهر رمضان.
اليابان. يعني تقعد القنصليات تخدم والاجراءات، فما يعني ضعف في الموارد صحيح، فما ظروف عمل صعيبه بالنسبه للملحقين الاجتماعيين، بالنسبه لاعوان القنصليات والقنصليات. دونك لازم حتى احنا نتفهموها، نوليو احنا بيدنا نفهموها للمواطن ونفهموا. يقول لي انا بالباسبور نبدلوا في القنصليه الفلانيه والبطاقه التعريف في القنصليه الاخرى، علاش مش فرد بلاصه؟ وقت اللي تولي انت بالحق تعرف تنجم تفهموا علاش الباسبور هوني وعلاش بطاقه التعريف غادي وعلاش ساعات الاجراءات تاخذ شويه وقت. انا ديما يعني نؤمن اللي وقت اللي نحسنوا ظروف العمل زاد نتاع الموظفين تتحسن الخدمات للمواطن. فما زاد اعاده رسكله وفما عمل كبير لازم معناها يقوموا به على ايصال المعلومه، على الاعلام وكيفيه ان نوصلوا المعلومه باش المواطن توصل له المعلومه ويكون متفهم. خاطر اي عبد كي تفهموا الاجراءات ولا علاش تطوى يكون متفهم اكثر وينقصك التشنج والقلق. انت قلت لي في كلامك انه التونسيين المقيمين خارج تونس محظوظين برشا على خاطر فما شكون يمثلهم النواب اللي هما اصلهم زاد توانسه يعيشوا لبرا، لكن زاد في اللجنه موجود حتى نواب من تونس مهتمين بالشان هذا حاجه ما تعرضنا لهاش ما حكيناش عليها. اي احنا فرحنا برشا خاطر اللجنه كنا نتصوروا من الاول وقت اللي تم احداث اللجنه انهم باش يهتموا بها كان النواب الخارج. فلا تفاجئنا اللي فما نواب معناها منتخبين على دوائر انتخابيه داخل التراب التونسي كانوا مهتمين برشا بشان التونسيين بالخارج ويخدموا معنا يعني، ونحييهم ونشكرهم برشا على الاهتمام. احنا خدمنا مع بعضنا الدوره هذه الكل على خاطر يقول لك انا عندي خويا وعندي اختي في الخارج وعندي جاري وعندي صاحبي، فهم زاد يعني حاسين بوضعيه التونسيين بالخارج ويحسونا حتى احنا زاد اللي احنا ماناش مواطنين من الدرجه الثانيه، اللي احنا ماناش مواطنين توانسه كان وقت العطله ولا في الصيف، احنا مواطنين توانسه على طول العام. يحسوا بتونس عندنا كفاءات وعندنا يعني قيم ثابته في الخارج وتحب تنفع البلاد وتحب تشارك وتحب تكون زاد هي عندها دورها في صنع القرار في تونس. فما فيها بيس ونفرحوا كي نحسوا اللي هما مرحب بهم في تونس واللي احنا فايقين بوجودهم وبالكفاءه نتاعهم ونحبوهم يعاونونا على تونس خاطر مهتمين ياسر بشان تونس اكثر من اللي تتصور. احنا نتمنى لكم التوفيق وفي صلب هكا اللجنه فما برشا خدمه قاعده تخدم، يمكن اعلاميا الحقيقه ما لاقيه حظها، فمش تغطيه اعلاميه كافيه للانشطه اللي قاعدين تقوموا بها. احنا على كل اهلا تونس باش تاخذ اون شارج المساله هذه ونقعدوا ديما هكا على اتصال وتكونوا موجودين ديما بحذنا في البلاتو، حتى التوانسه اللي لبرا ينجموا يتواصلوا معكم اذا كان فما استفسارات هكا تكونوا معنا في المباشر وتكون فما هكا تفاعل في المباشر اذا كان عندهم اسئله ولا حاجه، واحنا زاد نتبعوكم حتى يشوفوا الخدمه اللي قاعده تتخدم على خاطرهم. يعطيك الصحه خوله مره اخرى اللي كنت موجوده بحذنا اليوم، ان شاء الله بالتوفيق. يعيشك. احنا